كباب الحله من اسهل واسرع الاكلات اللي ما بتاخدش وقت تماما، وبتنفع للغدا او العشاء، وبجد هتعجبكم جدا. معايا كده حله هحط فيها قطعه زبده، وبعد ما تسخن كويس جدا هنزل بقى عليها بقطع اللحمه. انا مقطعاها مكعبات صغيره كده، هنزلهم في الحله وافضل اشوحهم كده تشويحه. هنزل بقى بالمكونات بتاعتي، معلقتين كبار من دبس الرمان بيديها لون وطعم حلوين جدا، وعليهم كمان معلقتين كبار من الصويا صوص الفاتح، برضو بيديها لون حلو جدا وبيخليها تستوي بسرعه قوي. ومعانا بقى رشه من جوز الطيب. رشه جوز الطيب دي بقى مهمه جدا لانها بتدي ريحه زي الجاهز بالظبط. طبعا انا عايزه اوصل للون ده بس بعد ما اللحمه بتستوي. هقطع بقى البصل، معايا من 5 ل6 بصلات، قطعتهم نصين وبعد كده قطعتهم شرايح رفيعه. هنزل بيهم كده على اللحمه وهاخدها كده تقليبه. وطبعا لو حابينها سبايسي حطوا فلفل حامي، لو حابينها مش حراقه قوي ممكن تحطوا فلفل رومي عادي. وبعد كده بحط كوبايه كبيره من الميه اللي بتغلي. اهم حاجه ما كترش في الميه قوي عشان احنا عايزينها اول ما تستوي تكون خلاص الميه اللي فيها اتبخرت وفيها زي صوص كده مركز من تحت. هكون بقى ظبطت الملح والفلفل الاسود وغطيت عليها تماما لغايه ما اللحمه تستوي معانا. لو اللحمه استوت ولسه فيها ميه كتير بنشيل الغطا ونخليها تغلي لغايه ما تتبخر شويه ويبقى الصوص مركز. ولو اللحمه برضو ما استوتش بنزود شويه شويه من الميه على نار هاديه لغايه ما اللحمه بتستوي. بجد طريقه حلوه جدا، جربوها وبألف هنا.